في هذا الحلقة غادي نهضروا على الفوسفات. وهذا الفوسفات كنسمعوه بزاف في بلادنا، حيت كيحتل الصدارة في الانتاج ديال هذه المادة. شنو هو الدور ديال الفوسفات في الفلاحة؟ كما هو معروف، الفوسفات هو عنصر غذائي اساسي للنباتات، كيلعب دور حيوي في العديد من العمليات الحيوية. مثلا تكوين الجذور، هذا الفوسفات كيساعد على نمو جذور قوية وصحيحة، واللي كيعزز القدرة ديال النباتات على امتصاص الماء والمغذيات من التربة. كينتج البذور حيث كيساهم في زيادة إنتاج البذور وتحسين الجودة ديالها. كينقل الطاقة، كيلعب دور هام في نقل الطاقة داخل الخلية النباتية. مقاوم للأمراض، يعزز مناعة النبات ضد الأمراض والآفات. الأهمية ديال الفوسفات في الأسمدة، مكون أساسي، كيدخل الفوسفات في تركيب العديد من الأسمدة الفوسفاتية، والتي تستخدم لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها. تعويض النقص في التربة، كيساعد على تعويض نقص الفوسفور في التربة، والذي قد يؤدي إلى ضعف نمو النبات وتقزم الأوراق ديالها. النقصان ديال الفوسفات والأعراض ديالو على النباتات، كيقزم النبات وكيصبح قصير وضعيف. اصفرار الأوراق، حيث كتظهر بقع بنية أو أرجوانية على الأوراق القديمة. كيسقط الأوراق بشكل مبكر. تأخر النضج، كيأخر النباتات في الإثمار والنضج بطبيعة الحال. الكيفية ديال استخدام الفوسفات بشكل صحيح: أول حاجة خص تحليل ديال التربة قبل استخدام الأسمدة الفوسفاتية، يعني خص دار واحد التحليل للتربة للتحديد ديال الاحتياجات ديالها من الفوسفات. الكمية المناسبة، يعني يجب استخدام الكمية المناسبة من الأسمدة، حيث أن الإفراط في الاستخدام ديال هذا الفوسفات قد يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية. وبطبيعة الحال الوقت المناسب اللي كيفضل استخدام الأسمدة الفوسفاتية قبل الزراعة أو أثناء نمو النبات. يعني هذا هو الدور ديال الفوسفات في الفلاحة بصفة عامة.